السلام عليكم متتبعين قناة معلومات مختارة. موضوع اليوم عسل النحل. قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. آية 69 من سورة النحل. العسل عبارة عن سائل حلو يصنعه النحل باستخدام رحيق النباتات الزهرية، ويوجد حوالي 320 نوعا مختلفا من العسل، بحيث تتفاوت في اللون والرائحة والنكهة. يحتوي العسل على جزء كبير من السكر، بالإضافة إلى مزيج من الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن والحديد والزنك ومضادات الأكسدة، وبالإضافة إلى استخدام العسل كأحد المحليات الطبيعية. يستخدم باعتباره عامل مضاد لكل من الالتهابات والأكسدة والبكتيريا. يشيع تناول العسل عن طريق الفم أو في علاج السعال، وعلاج موضعي للحروق، وتعزيز التئام الجروح. من الأبحاث العالمية التي تتناول تأثير العسل في الحالات المرضية المعينة، مرضى القلب الوعائي، ربما ترتبط المضادات التأكسد الموجودة في العسل بانخفاض خطر إصابة بأمراض القلب. السعال. تثير الدراسات إلى أن العسل والكاليتوس والحمضيات والنباتات الشفوية له تأثير جذري بالثقة في مقاومة السعال لدى بعض الأشخاص المصابين بالعدوى الجهاز التنفسي العلوي والسعال الليلي الحاد. الأمراض المعدية المعوية. ترجيح الشواهد أن العسل ربما يساعد في تخفيف الأعراض الحالات المرضية المرتبطة بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال المرتبط بالتهاب المعدة والأمعاء. وربما يكون للعسل أثر فعال أيضا كجزء من المعالجة بتعويض السوائل عن طريق الفم. أمراض الأعصاب. تثير الدراسات إلى أن العسل ربما يفيد عند استعماله كمضاد للاكتئاب ومضاد للقلق. ويتبين في بعض الدراسات أن العسل يساعد على الوقاية من اضطرابات الذاكرة. العناية بالجروح. تبين أن استعمال الموضعي للعسل ذي استخدامات طبية يعزز التئام الجروح، خاصة في حالة الحروق. تقليل فترة الإصابة بالإسهال، تقليل من مشاكل ارتجاع المريء، وعلاج أعراض النزلات البرد والسعال. المساعدة في علاج الجروح والحروق. إلى جانب كل هذه الفوائد، فإن تناول عسل النحل يمدك بفوائد صحية كالتالي: محاربة الالتهابات، مصدر جيد للطاقة، خفض مستوى الدهون المرتفعة في الجسم، تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الإصابة بمشاكل الهضمية المختلفة، حفاظ على صحة الفم والأسنان، مفيد للبشرة والشعر، محاربة رائحة الفم الكريهة. الطريقة الصحيحة في تناول العسل: ملعقة في كأس من الماء الدافئ تشرب على الريق صباحا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر الجديد إن شاء الله.